بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما درت منشور في الصفحة تاعي هذه، قلت أنوي أن أكتب بعض الملاحظات حول التعليم والتربية في المدارس، بحكم أني قضيت 24 سنة في التعليم، فأردت أن يستفيد الأولياء وإخواني وزملائي المعلمين من هذه التجربة. فلما وضعت المنشور أثرت بعض المواضيع، فوجدت بعض التفاعل الذي يحثنا على البدء في مثل أو بمثل هذه الملاحظات الذي قد يستفيد منها، وبدون شك سيستفيدون من هذا الكلام. قبل ما نبدأ نتكلم عن المدرسة الجزائرية والمنظومة التربوية، ونتكلم على الأمراض التي نجدها في الوسط المدرسي، وكيف نفهم بعض المظاهر، لأن هناك بعض المظاهر نستطيع أن نفهمها ونستطيع أن نجد لها علاج، وهناك مظاهر صعبة تحتاج إلى وسائل كبيرة، وتحتاج إلى تدخل من السلطات العليا. لكن بعض المظاهر في الوسط المدرسي والتعليمي نستطيع أن نعالجها إذا عالجنا أفكار عقولنا، أفكارنا ونظرتنا للأشياء. وأنا سأضع هذا الفيديو هنا لكي يستفيد منه إخواني لما يتاح لهم فرصة الاستماع. في البداية اليوم سنتحدث عن هناك كثير من الأولياء يشتكون من كثافة المنهاج والبرنامج. يقول لك ولدي عنده كثير من المواد، ويقول لك ولدي عنده كثير من كما نقول كثير من المعلومات تصل إليه، ويقول كذلك أنه لديه كثير من الكراريس، ويقول كذلك الأولياء يقولون كذلك كثير من الأمور. وفي بعض الأحيان يتحدثون عن المعلمين ويتحدثون عن المنظومة التربوية، فيه كلام في الوسط الأولياء التلاميذ. فهؤلاء أولياء التلاميذ، أنا بحكم تجربة وبحكم احتكاكي بالمدرسة والاتصال بالأولياء، أولا قبل ما نبدأ ندير مقدمة خفيفة. التعليم والتربية له 4 أو رباعية مهمة لابد أن تتوفر. أولا التلميذ، ثانيا المعلم، ثالثا المنهاج، ورابعا البيئة. رباعية. هذه الرباعية هي التي نستطيع أن نمارس من خلالها ماذا؟ التعليم والتربية، أو التربية إن صح التعبير والتعليم. فيما يخص التلميذ هو محور العملية التربوية التعليمية، والكل يدور حوله. التلميذ هو المحور، في خاصة الآن لما بما أحدثته المنظومة من الأهداف الذكية والكفاءات إلى آخره. النقطة الثانية هو المعلم، وهو الذي يتصل مباشرة مع فلذات كبدنا. ثالثا وهي البيئة، أو قبل البيئة المنهاج. هنا موضوع تاعنا المنهاج، موضوع اليوم سنتكلم عن المنهاج وكيف ينظر الأولياء إلى هذا المنهاج أو إلى هذا البرنامج ومما يتكون إلى آخره. ورابعا وهي البيئة التي تتكون من الظروف المحيطة، سواء كانت هذه الظروف هذه مادية، شخصية، معنوية، شبكة علاقات خاص بين المعلم والمدير والمفتش والحارس والمنظفة،
كل هذا الأجواء هذه تمثل البيئة. اليوم موضوعنا ليس البيئة التي لابد أن تتوفر كي يكون تعليم وتربية سليم، أو يعني ننجحوا في تربية أبنائنا. وما غاديش نتكلم على المعلم. موضوع المعلم سنتكلم فيه لاحقا، ولن نتكلم عن التلميذ، واليوم سنتكلم عن المنهاج. لكن لا أريد في هذا كلامي هذا نستعمل مصطلحات معقدة يعني قد لا يفهمها الأولياء، لأن الكلمة خاصة موجهة أولا إلى الأولياء التلاميذ، ثانيا موجهة إلى المعلمين خاصة، لكن قد يستفيد من هذه الكلمة آخرون، لكن خاصة هذه الكلمة موجهة للأولياء التلاميذ. إذن باغي نقول لكم يا أبائي، إخواني، أمهاتي، بكل صراحة يعني هناك تخصصات في المجتمع. الطبيب يقوم مهمته، تذهب إلى الطبيب وأنت مستسلم، تجلس أمامه ويسألك وتجيب، ثم يشخص المرض ويعطيك الدواء. هل تناقشه في تخصصه؟ والله يعني بكل صراحة الآن هذه مقدمات مهمة جدا. هل تناقش وتجادل الطبيب لما يشخص ويعطيك الدواء حتى ولو كان مرا؟ من البديهي تقول لي لا، لأن في عملية استسلام. لما نتكلم على المهن، أنت إذا ذهبت عند نجار أو مصلح الذي يصلحون التلفاز أو كذا، يعني تكون مستسلما مباشرة، تسأل عن الأجرة وتقول له افعل ويبدأ يفعل، فأنت لا تتدخل في مهنته في أموره. لماذا؟ ليس لك حق، لا، لأن ليس لك علم. فنفس الشيء المنهاج. إخواني الأولياء، آبائي، أمهاتي، هذا الكلمة الفيديو نقول لكم باللي ليس لديكم معلومات حول المنهاج، ولهذا الآن غادي نعطيكم معلومات، حتى هذه المعلومات توظفوها في التفكير تاعكم باش تحكمون جيدا وتنظرون بطريقة سليمة. أولا، هذا المنهاج ليس موجه إلى التلميذ مباشرة. هذا المنهاج ليس موجه إلى كما نقول إلى الأولياء. منهاج هذا ليس موجه للتلميذ مباشرة، استمع جيدا، مباشرة، وليس موجه للأولياء. هذا المنهاج مباشرة، اسمع جيدا، مباشرة، لأن قبل ما يصل للتلميذ سيصل إلى المعلم. هذا المعلم، هذا البرنامج هو فيه أدوات، فيه نصوص، فيه مسائل، فيه أمور، فيه أهداف، فيه كفاءات. هذا الموضوع تاع البرنامج هذا موجه إلى المعلم، والمعلم ماذا يفعل؟ يكيفه حسب تلاميذ تلك المنطقة، سواء كانت في الجنوب أو في الوسط أو في الشرق، أو يكيف هذه البرامج حسب الوسط، ويكيف البرنامج حسب المقاطعة المدرسية، ويكيف البرنامج حسب مدرسته، ويكيف البرنامج حسب قسمه. ما معنى تكييف البرنامج؟ معناتها بكل بساطة، مانيش باغي ندخل في التفاصيل، معناتها إذا كان هناك كفاءة، يعني احنا عندنا المعلمين لابد أن نحقق شيء، ونستطيع هذا الشيء الذي نحققه مع التلاميذ، أو الذي ننجزه، النشاط الذي ننجزه مع التلاميذ، لابد أن نكون متأكدين أن هذه الكفاءة أو هذا الشيء وصل إلى التلميذ.
مثلا أنا مثلا أستهدف مثلا في اللغة العربية أستهدف أن يستعمل هذا التلميذ أداة التشبيه، أدوات التشبيه كالأسد، حرف الكاف، أدوات التشبيه. فهنا أدوات التشبيه دي لما ندير لها النص نستخرج هذه الصيغة، وبعد ذلك يكون عمل ما يسمى فردي وعمل جماعي، عمل جماعي وعمل فردي. بعد ذلك أتأكد هل استطاع هذا التلميذ أن يصل إلى هذه الأداة. إذن هنا باش نقول لك باللي المعلم يعرف السباحة في البرنامج، يعرف هذه السباحة كما يعرف الطبيب السباحة في مجاله، في مجال الطب، كما يعرف أصحاب المهن والمهارات السباحة إن صح التعبير، السباحة في وسط مهنتهم. المعلم كذلك يستطيع أن يسبح في هذا الوسط، في هذا البرنامج. وماذا يفعل؟ يقدم، يؤخر، يحذف، يبدل، يغير. مثلا أنا مثلا أرى أنه عندي نص فيه صفحتين ونعرف باللي الوقت ما يكفيش، فأنا واش ندير كمعلم؟ نختصر هذوك الصفحتين في نص بسيط، أكيف النص، أو بحيث من لا أخل بالموضوع، أو بكل بساطة ماذا أفعل؟ أختار نص أقصر، يعني صغير. يعني هنا باش نقول لك أن المعلم يكيف. مثل المسائل الرياضية في الكتاب الرياضيات، الأستاذ لما يتعامل مع المسائل فيقدم الأهم ثم الأهم على المهم، يعني يقوم بمسائل معينة. مثلا في بعض الأحيان هناك مثلا 10 مسائل، 3 مسائل تخدم موضوع معين، 3 مسائل أو 4 تخدم موضوع ثاني، 3 مسائل 4 تخدم موضوع ثالث. الآن أنا ما غاديش ندير أنا 3 4 8 19 11 مسألة في حصة واحدة. الموضوع فيما يخص الموضوع الأول عندي 3 تمارين، ندير تمرين واحد ونركز على تثبيت المعلومة، أو يعني أركز على أن أحقق لدى التلميذ حسب الكفاءة التي يستهدف أن يكون له تفكير رياضي، بحيث لما نقدم له المسألة الثانية والثالثة يحلها في البيت مثلا، فيأتي عندي وقد فهم الموضوع. ثم عندي 4 مسائل، يقوم مسألة و2، يعني عموما ندير 3 4 مسائل أو 3 مسائل، ولا نقسم الموضوع هذا في حصتين. الحصة الأولى ندير مجموعة، والحصة الثانية ندير، يعني نبين للأولياء أنه فيه ما يسمى تكييف للبرنامج. برنامج هذا لما تراه بالكثافة تاع هكذا، هذا لا يعني باللي أن التلميذ هو اللي غادي يقرأ وحده. نعم سيدرس في طرق التدريس الأخيرة، هو أني أحث وأدفع التلميذ أن يتعلم باستعمال القدرات التي لديه، نعم أسلوب التنشيط إلى آخره. لا، فالتلميذ معه كما يسمى المتناجر. يعني متناجر هو ذاك اللي يكون في البحر في الشاطئ ينظر ويراقب من يغرق من كذا. المعلم هكذا في القسم تاعه، هو منتبه جيدا. لما يضع المسألة في السبورة أو في الكراس فهو يمر، فإذا وجد تعثرات في القسم يذهب عند هذا التلميذ ويسأله: ما بالك؟ قل له: معلم لم أفهم. لماذا لم تفهم؟ هل قرأت المسألة؟
يقول له نعم لم أقرأ، قرأت لم أقرأ. إذا أقرأ المسألة جيدا، سآتي عندك سأمر. يقرأ المسألة مرتين أو 3. ففي البداية التلميذ لم واجه المسألة بعدم القراءة، أراد أن يحلها بعدم القراءة أو قرأ بتعثر. فلما يأتي عنده تلميذ يحثه، يدفعه للقراءة، يدفعه للاجتهاد، يدفعه لمواجهة المشكل حتى يحضره لما يكون كبير يواجه مشكلة الحياة. إذن هذا البرنامج لا أقول لك ليس كثيف، لكن لا أقول لك أنه كثيف، لأن هذه الكثافة غير موجهة للتلميذ. ما غاديش نعطيه أنا المعلم البرنامج بحذافيره للتلميذ، لأن المعلم هو الذي ماذا يفعل؟ يكيف الموضوع، يقدم ويؤخر، يقدم الأسهل ثم يؤخر الشيء الصعب، يدفع، يحفز، يصنع أشياء مثل أنه يحثهم على العمل في البيت إلى آخره. إذن هذا العمل الذي يقوم به التلميذ هذا عمل أخذه من التجربة، والمفروض أنه تعلمه في المدارس المتخصصة بذلك في تعليم البيداغوجية إلى آخره. موضوع المنظومة التربوية وكفاءة كفاءة المعلم موضوع آخر، ماني بحب ندخل في هذه التفاصيل الآن. أنا مع الأولياء خاصة. إذن أردت أن أقول أنه لا بد، إذن فليعلم أن هذه الكثافة، كثافة المنهاج، كثافة البرنامج، كثرة المواد، هذه غير موجهة للتلميذ، هي موجهة لمن؟ للمعلم. والمعلم هذا له من يسهر على تكوينه وهو المفتش. فالمفتشون يقومون ما يسمى بلقاءات دورية في مواضيع مختلفة، وهناك الأستاذ يطرح الأمور إلى آخره ويحاول يفهم البرنامج، ثم يأتي عند التلميذ وقد فهم البرنامج. وهناك ندوات قد يحضر الجدد، هؤلاء المعلمين مثلا الجدد يحضرون عند معلم قديم يقدم أمامه درس، ويبدأون يناقشون فيما بينهم السلبيات والإيجابيات، وماذا كان يجب أن يفعل، وهل حقق الكفاءة لم يحقق الكفاءة، هل تحكم في القسط لم يتحكم في القسط. إذن مواضيع مختلفة يثيرها المعلمون مع المفتش في موضوع التربية والتعليم مع التلميذ. إذن أظن أني وصلت نقطة كثافة. هذه الكثافة لا يحق لنا نحن كأولياء يا جماعة الخير نبدأ ننتقد. النقد هذا ليس في مكانه، لأن ليس مجالك هذا. أنت لابد أن تكون لك الثقة بأنك تضع هذا فلذة كبدك، تضعه عند معلم، وعند في مدرسة ومدير، وهناك مفتش، وهناك مدير تربية، وهناك وزارة. أنت تضع ولدك فلذة كبدك في وسط قائم بذاته كي يربي ويعلم ولدك. أنا لا أنفي السلبيات، لابد أن نفهم، ولا أريد الآن في هذا الفيديو هذا أن أشتت الموضوع. أنا أخص الموضوع الذي ذكرته في البداية، وهو موضوع الكثافة وكيف ينظر لها الأولياء. هذا من جهة. من جهة أخرى فقط إشارة خفيفة، أخي المعلم، لا تنتقد البرنامج عند الأولياء. لا تقول الأولياء مكترين لهم، داروا لهم، هذه مهماتك، على تروح تشتكي الأولياء. ما تشتكيش الأولياء، لأن الأولياء عاودوا هدرتك، والهضرة هذيك عاود المرأة تعاودها لجارتها، وجارتها تعاودها كذا، ويهدروها في السوق وكذا، ونولوا نحن أهل التعليم حديث الشارع
فتولي كالبورصة، مرات يطلع مرات يهود، وفي أغلب الأحيان يهود سمعة المعلم وسمعة المدرسة وسمعة المؤسسة التربوية. إذن المعلم لا ينتقد البرنامج مع الأولياء من حيث الكثافة، يعني يظهر أن يوصل انشغالاته حول البرنامج إلى الجهات التي هو قريب منها، ومنها المفتش عن طريق المدير، ومباشرة عند المفتش يكتب ملاحظاته، وهذه الملاحظات المفتش يأخذها بالاعتبار، ويبدأ النقاش والكلام حول التربية والتعليم. إذن من ناحية الكثافة يعني هناك جهات معنية تهتم بذلك. فمثلا الأشياء التي تحدث الآن هي ملاحظات حول ما كان من قبل. يعني حقيقة يعني المهتمين بالمدرسة، أنا أفهم لما مثلا يقول لك ما نديروش امتحان نهاية السنة، سنة خامسة، أنا أفهمها جيدا، يعني ابن الوسط وعارف ماذا كان يحدث. فالذي قام بما يسمى بالتقويم التشخيصي هذا ليس غبي، يعرف ماذا يفعل. لكن أنا لست هناك أنتقد هذا الأمور، هذه ستكون لي ملاحظات في أوقات معينة حول المنظومة التربوية عموما، وحول الوسائل المختلفة كي نطور التعليم والتربية. إذن أظن استوفيت الموضوع تاع كثافة المنهاج برنامج. النقطة الأساسية التي أردت أن أدندن عليها وأن أكلمكم فيها هي موضوع أن كثافة المنهاج والبرنامج وكثرة المواد ليست موجهة للأولياء وليست موجهة للتلميذ. هناك معلم يقوم بتكييف تلك المعلومات والمواد، وهذا هو دوره. وإذا كان المعلم لا يعرف بأن هذا هو دوره فيأخذها من أخيه ويجتهد ويكيف البرنامج، ينقص وقد يغير وقد يختصر، لكن يركز على تحقيق الكفاءات المسطرة، لأن المفتش أو الذي يراقب عملك لما يأتي يهتم بهل تجسدت الكفاءة أم لا، ومن خلال الكفاءة يطرح الأسئلة المختلفة. وقلنا أن هذا البرنامج المكثف ليس من حق الأولياء يعني الانتقاد المباشر، يعني لأن ليس تخصصهم، كما لا يتدخلون في مهنة الطبيب لما يداويك، ولا يتدخلون في مهنة يعني الصحة أو لا، يعني أنك تتدخل وتشك في الطبيب، ولا يتدخل في كذا ولا يتدخل في كذا. فكذلك المعلم اتركوا لنا هذه الحرمة. وإذا أردت أن تنتقد فاعلم، اسأل قبل أن تنتقد لتفهم وتعرف هذه الأمور. كان هذا فيديو أولي حول موضوع هذا. إذا وجدت اهتمام ومتابعة لما أطرحه، لأنه سأطرح مواضيع كثيرة من مثل موضوعات خاصة بالتلميذ، موضوعات خاصة بالمعلم، موضوعات خاصة بالمنهاج، وموضوعات خاصة بالبيئة المحيطة. وسأتحدث عن فترة بين قوسين التي مرت علينا في قضية محاولات علمنة المدرسة، وسنتكلم عن المدرسة والهوية، ونتكلم على ما يسمى تسييس المدرسة، ومختلف الأمور التي تخص موضوع التربية والتعليم، ونتكلم عن النقابات ودورها. كل هذه المواضيع سنتحدث عليها إذا شاء الله. في آخر هذه أتمنى لكم سنة دراسية أبنائي، إخواني الأولياء، سأتمنى النجاح لأبنائكم والتفوق، وإن شاء الله حسب الانطباعات تاعكم في هذا الفيديو سأوجه هذه التدخلات توجيه حسن. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.